أكتر من 3 مليون ملف وأكتر من 120 ألف صورة، فضايح وقتل وتعذيب واغتصاب، حاجات ما تجيش في دماغ أي حد إنه يتوقع إن هي حصلت أصلا. أسامي كتيرة جدا متورطة، ناس مشاهير إحنا بنحبها ونعرفها. فهو إيه الحكاية؟ وإيه موضوع كسوة الكعبة اللي وصل لإبستين هدية ده؟ ومين عزيزة الأحمدي اللي بعتتها له وتبعتها له ليه أصلا؟ ليه اسم إيلون ماسك اتذكر في ملفات إبستين أكتر من 1400 مرة؟ وليه كان بيتحايل عليه إن هو يحضر الحفلات اللي بيعملها على الجزيرة بتاعته؟ الأمير أندرو أمير إنجلترا وهو منيم بنت صغيرة على الأرض وبيتصور فوقيها. خليني أقول لك إن كل الحاجات اللي أنت شفتها آخر كام يوم هي والله ولا أي حاجة من اللي حصل فعلا. استنى لما نشوف الإيميلات اللي اتسربت النهارده مع بعض. بلاوي صنانس بلاوي. طبعا انت التايم لاين عندك كله دلوقتي بقى مليان بحوار إبستين. بس بص، خلينا نكون صراحة مع بعض، انت ولا فارق معاك حوار إبستين، ولا فارق معاك مين إبستين ده اصلا، ولا فارق معاك كل الجو بتاع ده الشيطان اللي هناك، ده كانوا بيقدموا قربان، ده الشيطان خلف 18 عيل هناك، واصل إبستين اتولد سنة كذا وبتبدأ الحكاية. لا، كل ده مش فارق معاك. انت اللي فارق معاك يا معلم، اللي فارق معانا كلنا، هو ايه الحوار اصلا؟ يعني ايه الموضوع؟ والناس دي كانت فين؟ واشمعنى يعني الحوار ده ظهر دلوقتي بالتحديد مع انه كان نام بقاله كذا سنه؟ والسؤال بقى الاهم من كل ده، هو هل في إبستين جديد هيظهر تاني؟ بص، احنا مش هنتكلم في الحاجات الدارجه اللي خلاص الناس اتكلمت فيها وعملوا بدل الفيديو 1000. احنا هندخل النهارده نشوف الايميلات مع بعض، احنا نشوف بنفسنا ونقرا بنفسنا الايميلات اللي اتسربت دي، واحنا هنا كلنا في كوبايه شاي وحكايه، احنا شويه صحاب، احنا شله صحاب قاعدين في الشارع بنحكي مع بعض، وهنرغي بقى. بص، هنجيب اخر حوار إبستين. هو مش هنعرف نجيب اخره عشان هو طويل جدا، بقول لك 3 مليون ملف اتسربوا، بس يعني كوبايه الشاي بقى عشان الحكايه ما تكملش من غيره، ويلا نبدا. بص يا سيدي، قبل ما ندخل بقى في حوار الشخص ده كده ونتعمق في الايميلات وفي البلاوي الزرقاء اللي هو عملها، انت ما فكرتش ان حوار إبستين ده هو حوار جديد؟ او مش جديد، قصدي بمعنى ان هو جديد، بس هل مفيش حد عمل اللي هو عمله ده قبل كده؟ يعني هل هو اول حاجه من نوعها، اول شخص يعمل كده مثلا مع البنات؟ لا، التاريخ مليان بحاجات انيل مليون مره. بص، إبستين ده يبان جنبهم عيل صغير. طب هو ليه بقى الدنيا قامت كده ما قعدتش علشانه؟ خليني اقول لك ان القصه كلها تتلخص في نقطتين. النقطة الأولى وهي كمية الحاجات اللي عملها في نفس الوقت، هنقولها كلها النهارده ما تقلقش، بس هو كان بيعمل 7000 حاجة منيلة ب 60 نيلة في نفس الوقت. هو التاريخ بروز أكتر من شخصية عملت حاجات من اللي هو عملها وبطريقة أبشع منه كمان، بس مش كلها مع بعض. يعني ايه يا عم عمر؟ يعني في اللي عمل كده مع عيال يا راجل، ده في واحد عمل كده مع جثث. يعني هو كان بيقتل صاحبنا، كان بيقتله او بيقتل الضحيه، وبعدها بيحافظ على الجثه بتاعته ويعمل معاه سيكو سيكو. يعني يا راجل اسكت. وفي على مدار التاريخ الناس اللي عبدت الشيطان، وفي اللي قتلت، وفي بس ما كانوش كلهم في نفس الوقت، كان كل منهم على حدة، او على الاقل كان كل فترة بيتخصصوا في حاجة. بس الفاجر الفاحش الداعر ده كان بيعملهم كلهم في نفس الوقت، ومش بس في نفس الوقت، ده كان بيعملهم في نفس المكان. انت عاوز تعمل كل حاجة حرام وكل حاجة حرفيا تقضي على انسانيتك وتبقى بني ادم خنزير، روح الجزيرة. والحاجة التانية يا معلم هي الأسامي التقيلة جدا جدا اللي اتلطت في الرجلين واتذكرت كتير جدا في ملفات إبستين. ممثلين مشهورين جدا بنحبهم، لعيبة كورة، مغنيين، رؤساء دول، ومنهم على فكرة رؤساء دول عربية. وعلى فكرة هو ده اللي كبر الموضوع أكتر عندنا هنا في الوطن العربي، ناس احنا بنحبهم جدا، وفي ناس كتيرة بتعتبر بعض منهم أصلا مثل أعلى ليه. فبمجرد ما يشوف اسمه في ملفات زي كده، أو يتذكر اسمه في حاجه زي كده، بياخد صدمه كده، اللي هو انت اتخميت فيه، فاهم؟ انا عارف انه مش عشان انت اسمك اتذكر في الملفات دي تبقى بشرط يعني عملت حاجه، بس مجرد ذكر اصلا اسمك فيها ده بيحط عليك علامات. تعالى بقى نروح لنقطه، هم كانوا بيعملوا ايه اصلا جوه؟ هو مش انت بقيت واحد من الشله؟ انت مش قمت عملت شاي؟ اشترك في القناه. بص يا اكسلانس واكسلانسايا، جعفر إبستين القصة حواليه ما كانتش مجرد إن هو معتدي على الأطفال. ولو أنت فاكر كده أو ده اللي أنت تعرفه، يبقى أنت لسه ما تعرفش حاجة. يعني أنا تقريبا بعد 5 أيام أنا قاعد بفلتر الإيميلات المتسربة وبحاول أطلع لكم منها أكتر الإيميلات الغريبة والرخمة أو الغريبة واللي بتستفزنا. الراجل ده كان عنده منظمة إجرامية كاملة بتعمل كل حاجة وبتشتغل في كل حاجة أنت ممكن تتخيلها وما تتخيلهاش.
مفيش حاجه سابها، الراجل ده ما سابش حاجه حرفيا، ايده كانت محطوطه في كل حاجه، هو تقريبا كان بيتحكم في حاجات كتير جدا، سياسه وسينما واغاني وممثلين ورؤساء، ايه حرفيا الناس كلها كانت بتحاول توده بشكل مستفز، كل الناس عايزه تبقى إبستين صاحبها. ليه؟ ايه الفكره؟ وماسك زلل على الناس كلها، مفيش حد إبستين مش ماسك عليه حاجه توديه في 60 داهيه، زي عباط ابو شعر اصفر ده. لو جيت دورت او شفت اسمه اتذكر كام مره في الملفات اللي اتسربت عن إبستين، هتلاقي اسمه اتذكر اكتر من 4000 مره. جعفر ماسك عليه صور مع بيانات قاصرات، وحرفيا لما اوريك الايميلات اللي إبستين بيتكلم فيها عن ترامب، هتحس ان هو شغال عنده، هتحس ان هو. وهنروح بقى للجانب التاني دلوقتي، عند تاني اكتر شخصيه عليها لغط في العالم، ايلون ماسك. لما تيجي تدور اسم ايلون ماسك اتذكر كام مره واللي كان بيتقال في الايميلات دي، هتلاقي ان ايلون ماسك تقريبا هو كان بيتحايل على إبستين ان هو يخليه يحضر الحفلات عنده في الجزيره، اللي هو اغنى راجل في العالم اللي يقدر يعمل كل حاجه حرفيا هو عاوزها، ما بيقدرش يستمتع في حياته او مش عارف يستمتع غير عند جزيره إبستين. ولا هو في حاجة معينة هو عارف انه مهما دفع فلوس ومهما عمل هو مش هيحصلها غير في جزيرة إبستين، بيتزا مثلا او هوت دوج. استنى يا عم انا مش جعان. لما تيجي تدور على الاسامي دي، هي اتذكرت في الملفات كام مره، هتلاقي ان اسم بيتزا اتذكر تقريبا 850 مره، واسم هوت دوج تقريبا 100 مره. ولو دورت شويه ورحت بقى الجانب بتاع نظريه المؤامره، هتلاقي ان دي حاجه اسمها كود وورد او اكواد مشفره او كلمات مشفره. الناس بتبقى عاوزه توصل حاجات في الرسائل هي مش هتعرف تقولها صريحه او مش هتعرف تقولها سك زي ما هي في الرساله، فبيستخدموا كلمات مشفره بحيث ان هي تبقى بتنم عن الحاجه دي. فالمفروض بيتزا هم قصدهم بيها البنات الصغيره، وهوت دوج قصدهم بيها الولاد الصغيره. واللي خلاني بقى اروح افرك وادور على معنى الكلام ده اللي هو بيتزا وايس كريم وهوت دوج والحاجات دي، غير ان انا لقيتها هي اتذكرت كذا مره في الملفات بطريقه، المفروض ان دي كلها ملفات متسربه لفضايح لناس. اكيد مش هيسربوا، او اكيد إبستين مش هيبقى محتفظ بحاجات عشان الناس طلبت بيتزا. تاني سبب بقى وهو الايميل اللي هنشوفه دلوقتي، ايميل مبعوث لفاليدسون كوترين. الراسل مجهول طبعا، هم اللي مخبيين الاسم يعني، معرفش ليه بصراحه. مبعوث في 2015، بتقول له شكرا على البيتزا النهارده حلوه جدا. ايميل تاني مبعوث من يبيل كولادو، بتقول له انا لسه واصل لي الشنطه اللي مليانه حاجات حلوه، شكرا جدا، اعتقد اني فتحت كل حقيبه من الحاجات اللي انتوا بعتوها وجربت كل حاجه، واللي انا متاكد منه طبعا انه ما بين قوسين اعضاء بشريه. وفي الحقيقه برضه انا لسه مش فاهم هي ليه وزاره العدل لما سربت الحاجات دي هي مخبيه او ملغوشه على شويه كلام. يعني المفروض ان انت ده حد مشاركه في الجريمه او ناس مشاركه إبستين في الجريمه، انتوا ليه مخبيين على اساميهم؟ ليه بتدافعوا عنهم؟ ليه مش عايزين الناس تعرفهم؟ مش عارف بصراحه. طبعا هي الرسائل دي كلها مش شرط تكون مبعوثه لجعفر او من جعفر، هي الرسائل دي كلها موجوده في الارشيف اصلا بتاع إبستين قبل ما تاخدوا وزاره العدل تسربه، فالمفروض ان دي حاجات هو ماسكها على ناس يعرفها. فزي ما قلت لك هو اكيد مش هيبقى محتفظ بايميلات لناس عنده عشان الناس دي بتاكل بيتزا يعني، لا، ما اكيد لا. عايزك بس تفهم معايا وتستوعب ان دول كانوا اطفال اللي بيتكلموا عنهم، وبيتزا وهوت دوج والشنطه كانت حلوه وجربت كل حاجه فيها. احنا هنا بنتكلم عن اطفال بجد، اطفال كان بيتم الاعتداء عليها. في الايميلات هم مصممين يفضلوا يكتبوا يونج وومن يونج وومن يونج وومن، بس لا، هم مش يونج وومن، هم مش يونج وومن، هم ليتل جيرل تشيلدرن او اطفال. وومن او يانج وومن دي ممكن تروح تقولها على واحده عندها مثلا من 16 ل 18 سنه، انا عارف ان هي ستيل صغيره بس مش زي اللي عندهم من 6 سنين ل 9 سنين. دي صوره الامير اندرو مع بنت صغيره، ما اعتقدش يعني ان هي تعدي 13 سنه باين عليها. ودي صورة لجيفري مع بنت على الطيارة، صورة تانية لطفلة مربوطة بشرايط وهو إبستين مع طفلة تاني، وصورة تانية وهو مع طفلة مربوطة، إبستين حاضن بنت صغيرة على الطيارة، إبستين بيعض بنت. هو انت متخيل الاعمار؟ متخيل الاطفال دول عاشوه او حسوا بيه في الفتره اللي هم كانوا فيها تحت رحمه إبستين؟ معاك فلوس كتيره لدرجه ان انت خلاص بطلت تبقى في حاجه تبسطك، او خلاص ما فيش حاجه بتبسطك، فبدات دماغك توديك للحاجات الخارجه عن اطار العقل البشري او الحاجات الطبيعيه، عشان تبدا دماغك تفرز هرمون دوبامين تاني وتبدا تحس بسعاده تاني. بس انت هنا بتلاقي سعادتك في تعاسه الغير، يعني بتلاقي سعادتك في انك تعذب غيرك وانك تروح تعمل حاجات. تعالوا نشوف الايميل ده مع بعض.
ده ايميل مبعوث من إبستين لبريان بيشوب. بريان هو شخص مشهور جدا في امريكا بسبب شغله في البودكاست وفي القنوات الاذاعيه هناك. بص بقى، بيناقشوا فيه ان هم بيعملوا او بيخلقوا اطفال معدلين وراثيا وبيحاولوا ان هم يعملوا استنساخ. كان في 2018 بريان بيقول لابستين ده الفايل اللي انت طلبته. وهو الشركه بتستخدم الفلوس في ايه؟ الشركه يعني خاصه بالاطفال المصممين والاستنساخ البشري. بريان بيقول له المشروع ده هينقلنا في حته تانية من علم الاحياء بدل البدائي اللي احنا كنا عايشين بيه، وهيودينا لأول ولادة لطفل بشري من تصميمنا إحنا، وممكن نعمل نسخ من الإنسان في مدة هي مش هتعدي ال5 سنين من دلوقتي. الكلام ده على فكرة كان في 2018، يعني أنا أعتقد إن هم عملوها، بس من وجهة نظري إن حاجة زي كده عشان تطلع ولا 15-20 سنة تطلع، يعني احنا نعرفها مش هم يعملوها. هم زمانهم صباح الفل عملوها اساسا. وبيقول له ان بمجرد وصولنا لاول ولادة كل حاجة هتتغير والعالم مش هيبقى زي ما كان، وكمان مستقبل الجنس البشري هيتغير. رايحين فين؟ عايزين تعملوا ايه؟ بتلعبوا في الاساسات ليه؟ ليه إبستين اصلا هو كان مهتم بحاجه زي كده؟ وهرجع اقولها تاني، ازاي الراجل ده حاطط ايده في كل حاجه في العالم بالطريقه دي؟ بص الايميل ده برضه مستفز جدا بصراحه. الايميل مبعوث من روبرت تريفرز، وروبرت تريفرز ده هو عالم احياء مشهور جدا. هو بيبعت لإبستين. بص بقى بيقول له ايه؟ بيقول له هقارن لك ما بين التحول من ذكر لأنثى وما بين التحول من الأنثى لذكر، يعني أنا هوريك الفرق ما بينهم. قال له من شوية شغل بقينا قادرين ننتج أنماط تانية من البشر، رجالة أكتر أنوثة، عن طريق إن إحنا بنقفل مستقبلات التستوستيرون وبنزود الاستروجين. بيقول له إن النوع ده أحسن بكتير جدا من التحول من ذكر لأنثى، يعني هو بيفضل الأنثى اللي تتحول لراجل مش العكس. وده يعني لأنه لو كان بيجي في بالك إن أنت يعني عايز تعمل سيكو سيكو مع راجل بس أنت ستريت أو أنت مش جاي، يعني هتبقى ساعتها متقبل الموضوع إن اللي قدامك هو آه، هو الكلام مكتوب صريح قوي، فأنا بحاول إن أنا أوصله إن أنت يعني لو عايز تعمل علاقة هتبقى أو هيبقى الكائن اللي قدامك ده يعني هو من تحت عنده عضو بتاع رجاله، بس من فوق هو جسم انثى او يعني جسم بنت. فانت كراجل هتبقى متقبل الموضوع ده، وبيقول له انت هتاخد احسن ما في العالمين، يعني انت هتاخد احلى حاجه من هنا واحلى حاجه من هنا. أهو. مين اللي هيبقى مبسوط؟ يعني مين اللي هيبقى مبسوط؟ انا هبقى مبسوط؟ انا مش هبقى مبسوط. يعني الموضوع متزفت خالص، ولسه والله العظيم اللي جاي انقح والعن مليون مره. حرفيا كل ايميل انقح من اللي قبله. بص بقى الايميل اللي جاي ده عشان من الايميلات التقيله. الايميل ده مبعوث من ايدي اريجن، مبعوث لشخصيه محبوبه برضو ملغوشين عليها. ايدي اريجون ده اعلامي كبير جدا في امريكا، ومؤخرا بقى ليه في الحملات الانتخابيه، يعني بقى بيحاول يدخل الكونجرس الامريكي. بص بقى بيقول ايه؟ بيقول ادوارد الموضوع ده حساس جدا، وهيكون اول واخر ايميل ابعته لك، والموضوع معتمد عليك ومعتمد على كتمانك، وتقدر تختار اللي يريحك، يا تاخد الايميل يا ترميه في الزباله براحتك. بس الايميل ده جاي لك من واحد هو كان هناك وشاف كل حاجه بتحصل، كشخص كان بيشتغل سابقا في زورو رانش. دي مزرعه كبيره جدا في نيو مكسيكو، هي بتاعت إبستين، ثمنها تقريبا 30 مليون دولار، وكانت على مساحه مهوله كبيره جدا. وطبعا مش محتاج اقول لك ايه اللي اصلا كان بيحصل في الجزيره دي، بس تعال اوريك حاجه دلوقتي. بيكمل في الايميل وبيقول له كل الماتيريال الاغراض اللي هبعتها لك في الايميل ده اتاخدت من بيت إبستين كانشورنس ليا او كضمانه ليا، في حال في يوم من الايام إبستين قرر ان هو يهددني، او إبستين مثلا اتمسك وقال عليا، يبقى معايا اي حاجه دافع بيها عن نفسي. يعني عرف يمسك على جعفر حاجه. بيقول له انت تعرف ان في مكان ما في التلال اللي بره المزرعه في بنتين اجنبيتين مدفونين هناك بامر من جيفري إبستين ومدام جيم. الاتنين ماتوا عن طريق الخنق اثناء ما كان بيتعامل معاهم كده. انا مش عايز اقول اعتداء او كلمه اغتصاب كتير، فخلينا نقول بطاطس. يعني بقول لك حد بيتعامل معاه بطاطس يبقى هو اتعمل فيه كده. مدام جيم بقى او مدام جي دي جيلاين ماكسويل. جيلاين ماكسويل دي هي حرفيا شريكة إبستين في كل حاجة هو بيعملها وفي كل الجرائم اللي هو بيعملها، والمفروض ان هي كانت حبيبته، بس انا مش عارف هي حبيبته ازاي وكانت بتخليه يعمل كده مع البنات. واستنى، ده في حاجة تحفة جدا، هي كانت بتروح تجيب له البنات. جيفري إبستين في اكتر من مرة كان بيطلب منها ان هي تجيب له بنات صغيرة،
كانت بتجيب له بنات صغيره منين؟ كانت بتدور على البنات الصغيره في البلدان اللي حواليهم، مش في امريكا اصلا، منهم كتير جدا في البرتغال، وتشوف بقى الناس الفقراء جدا والبنات الفقراء جدا اللي ليهم اهل واللي مالهمش، عايشين في فقر جامد جدا، ويبداوا يديهم الاغراءات، هنديكوا فلوس وهنديكوا جواز السفر الامريكي بس تعالوا. طبعا مش بيقول لهم تعالوا ايه اللي هيحصل فيكم. واللي خلانا نقول كده بقى او نعرف ان ماكسويل هي اللي بتعمل كده، ان مره في البرتغال عيله كانت مبلغه عن ان بنتها اتخطفت. المفروض ان في اليوم ده كانت البنت بره ومعاها اخواتها الاثنين الصغيرين. هي اتخطفت واخواتها فضلوا زي ما هم. فلما طلبت الشرطه من اخواتها ان هم يحاولوا على قد ما يقدروا يرسموا بس تفاصيل كده او ملامح الشخصيه اللي خطفتهم، هي دي اللي طلعت صوره سبحان الله شبه ماكسويل بشكل كبير جدا. صدفه طبعا، اكيد ده صدفه، احنا عايشين في صدف جدا. المهم خلينا نكمل. بيقول له دي فيديوهات لجيفري إبستين، لفيديوهات بطاطس مع الأطفال، فيديو مع بنت صغيرة 13 دقيقة، فيديو مع بنتين مع بعض 27 دقيقة، وفيديو تاني 12 دقيقة، فيديو تاني مع بنت صغيرة 19 دقيقة، وفيديو 7 دقايق لماثيو ميلون مع بنت قاصر. وماثيو ميلون هو بيزنس مان وملياردير أمريكي. وفيديو 23 دقيقة مع بنت قاصر، وفيديو بطاطس اغتصاب يعني مش فيديو عادي. في الاخر بيقول له بليز ابعت 1 بيتكوين الساعه 6. انتوا فاهمين الايميل ده؟ فاهمين الشبكه دي من الناس عامله ازاي وبيعملوا ايه؟ كله ماسك حاجات على كله، وكله بيضرب في كله، وكله بيأمن نفسه بالشخص التاني. والضحيه هنا هي الاطفال، الضحيه هنا هي البنات الصغيره، الضحيه هنا هي الفقراء من الاخر. وفي النص في بنتين ماتوا خلاص، ما هنعمل ايه؟ هات غيرهم. انا متاكد ان في الاف غيرهم ميتين، بس ما فيش حاجه طلعت، او احنا لسه ما نعرفش حاجه. ماتوا بقى بسبب ان هم شافوا حاجه ما كانش ينفع ان هم يشوفوها، او قالوا حاجه. الموضوع دارك كوميدي، فاهم؟ انت تحس ان انت بتضحك من الدارك كوميدي يعني. صور بقى، صور كتير لضحايا وبنات اتلغوش عليها، من البنات اللي كان إبستين بقى بيشتريها وبيبيعها للناس. ومن صور البنات دي او من حكايات بقى البنات بتاعته دي، اكتر واحده تقريبا مشهوره والقصه مستفزه ونهايتها مستفزه. اسمع، في موديل روسيه كانت مشهوره جدا وقتها اسمها راسلانا كروشوفا، طالعه بقى في سجلات جزيره إبستين او الناس اللي زارت جزيره إبستين. اسمها في عام 2006 لما كان عمرها وقتها تقريبا 18 سنه، زارت الجزيره دي في طياره إبستين ومتصوره مع إبستين في الطياره، وبعدها ب4 سنين انتحرت. تعالى كده نشوف الايميل ده من واحدة اسمها انستازيا كوبيتس، ايميل مبعوث لجيفري إبستين. بتقول له جيفري، هو فعلا الايجنسي ما دفعش راسلانا كروشوفا؟ دفعوا لها على ايه؟ على حاجة هي شافتها والمفروض ان هي تسكت؟ يعني ده تمن سكوتها؟ ما هي كانت على الجزيرة فأكيد شافت حاجات ما ينفعش إن هي تتكلم فيها. تعال بقى اسمع القصة بتاعت انتحارها، مريبة جدا. رمت نفسها من فوق مبنى عالي في منهاتن، ولك أن تتخيل يا إكسلانس ويا إكسلانسايا، بعد ما كانت عايشة حياتها بالطول وبالعرض وشغالة مع أشهر براندات الفاشن ومبسوطة جدا، فجأة كده تقرر إن هي خلاص زهقت من حياتها وعايزة تنتحر. ولأجل الصدفة ده بعد 2 سنين من وجودها في الجزيرة مع إبستين، لا وكمان تموت في منهاتن تحديدا اللي وقتها إبستين كان موجود فيها. قررت تطلع العمارة العالية اللي هي كانت ساكنة فيها وتنط، ولا شافت حاجة ما ينفعش إن هي تشوفها؟ وهرجع أقول لك تاني، أنا متأكد إن مش هي بس اللي ماتت، في آلاف غيرها أكيد شافوا حاجات وما كانش ينفع إن هم يشوفوها فاتقتلوا. حظهم إن هم كانوا موجودين في وقت ما كانش ينفع يكونوا موجودين فيه فاتقتلوا. انا حاسس ان انا قاعد في فيلم جون ويك. بص الايميل ده مبعوث لجعفر من شخص متلغوش عليه. ولسه برضه على فكره انا الحوار ده مستفزني قوي، انتوا ليه بتداروا على ناس هم يعتبروا شركاته في الاجرام؟ حرفيا الايميلات دي انا بكلمك في اكتر من 3 مليون وثيقه، فيهم اكتر من 300 الف ايميل، تقريبا كل 10 ايميلات بشخص مختلف. انت متخيل في كام واحد في العالم متورط مع الراجل ده؟ في كام واحد في العالم يعرف بلاوي عن الراجل ده، والراجل ده ماسك عليه بلاوي وهو عمل بلاوي مع الراجل ده؟ بص بيقول له ايه؟ بيقول له محدش هيكذب عليك ويقدر يفلت منها، محدش. فجعفر رد عليه بيقول له انا بديك الاذن ان انت تقتله، هو غالبا دلوقتي
مع شخص، بس في صحيفة تانية أو في ورقة تانية كان متسرب اسم الشخص ده، كانت اسمها أولجا، وهو كتب عليك زي ما كتب عليا. أنت فاهم إحنا شفنا إيه دلوقتي؟ إحنا شفنا واحد اتقتل، واحد خلاص. عارف الافلام اللي بيحصل في الافلام، احنا كنا بنتفرج على فيلم ملفات كتيره جدا جدا وفعلا كلها انيل من اللي قبلها. يعني هو غالبا كده بنسبه كبيره جدا هيبقى في جزء تاني، لان لسه اصلا ده في فايلات تانية هتنزل غير ال 3 مليون، لان هم المفروض هم 6 مليون ملف اللي اتسرب منهم 3 مليون، فلسه في 3 مليون تانيين هينزلوا، غير اصلا ان 99.9% من ال 3 مليون الاولانيين احنا عشان نعملهم او عشان نقول كل اللي فيهم 20 سنه ان شاء الله. بس انت بتحاول ان انت تطلع منهم يعني اغلب الحاجات المستفزه. ولسه كمان ما حكيناش على موضوع الطقوس اللي بيعملوها والشيطان اللي بيعبدوه وبال. فزي ما قلت لك هو غالبا هيبقى فيه جزء تاني بقى هنقول فيه كل ده، فما تنساش بقى تشترك وتعمل لايك وتكتب كومنت باي حاجه، رايك في القصه اي حاجه، عشان اصلا اليوتيوب النوعيه دي من القصص هو بيدفنها او ما بيحبش ان احنا نتكلم او نجيب سيره الناس دي. فيدعم الفيديو ده، الموضوع مش هياخد منك اي حاجه يعني، واهو بالمره تبقى بقيت واحد من الشله. تعالى بقى نشوف اخر ايميلين معانا. في واحد عليه لغط الناس اتكلموا عنه كتير، وفي واحد بقى اللي هو الاخير ده قصه لوحده. بص يا سيدي، عزيزة الأحمدي بعت لإبستين بتقول له القطعة السوداء لمسها أكتر من 10 مليون مسلم من مختلف الطوائف، سني وشيعي وغيرهم. هم بيمشوا حوالين الكعبة 7 دورات قصدها الطواف، وبعدها كل واحد بيحاول على قد ما يقدر إن هو يلمسها، وسابوا على القطعة دي صلواتهم وأمانيهم ودموعهم وأملهم، على امل ان في يوم من الايام صلواتهم تتقبل. وده الملف اللي بيشرح هم خدوا ايه او وصل لابستين ايه. هي دي القطعه اللي اخدها من الكعبه، حجمها تقريبا يعني 1.1 متر، كبيره جدا. ومش عارف الصراحه هو ازاي حاجه زي كده تتبعت له، وتتبعت له ليه اصلا، ومين عزيزه الاحمدي دي عشان تبعت له حاجه زي كده، وتبعت له حاجه زي كده ليه؟ طب بلاش كل ده، واحد زي ابستين ده هو هيعمل بيها ايه؟ يعني ابستين ده يهودي اساسا وبيعبد الشيطان، فهو هيعمل بيها ايه؟ فهنا بقى الموضوع يتطرق ان هو عايز يعمل بيها طقوس مثلا، استغفر الله. يعني هو اكيد يعني لو مش هيطلب او مش هتديله كسوه من الكعبه وهو ياخدها وتقول له في 10 مليون بني ادم لمسها و10 مليون بني ادم حاول عليها دموع وعليها صلواته، عشان هو ياخدها يحطها في متحف. يعني الراجل ده بيته او المنشن بتاعه او القصر بتاعه اللي في منهاتن ده، طول ما انت في البيت اصلا تشوف حاجات غريبه جدا، دومه متعلقه ومشنوقه، ودرجات السلالم بقى اللي بتطلع للادوار اللي فوق كلها من الشمال ومن اليمين صور لبنات صغيرين من سن 9 سنين تقريبا لحد 14 او 15 سنه عريانين تماما. فانت عايز ايه من كسوه الكعبه؟ الحوار ده كبير، بس هو لسه مش مفهوم فعلا هو اتبعت له حاجه زي كده ليه. تعالى بقى نشوف اخر ايميل، وده يعني يعتبر الايميل اللي اشعر جسمي فعلا. الايميل ده هو الواحد من ضحايا إبستين، وولد على فكره، بيقول انه قابل إبستين على يخت كلاب او نادي يخت، وكان بيروح علشان قرايبه هم اعضاء في النادي ده، وده من سن 5 سنين ل8. وقال انه اتعمل معاه بطاطس من إبستين نفسه في عام 2000 على يخت كبير، واتعمل عليه بطاطس كمان من رئيس امريكي سابق وهو ويليام جي كلينتون. وقال انه الرئيس الحالي ترامب ومراته كانوا موجودين في الفترة دي وفي الوقت ده على اليخت، بس ترامب كان لسه ما اتجوزهاش. وقال انه لما كان على اليخت كان في رجال افريكان امريكانز بيعملوا سيكو سيكو مع الستات. المشكلة في الوصف في الملفات فعلا دقيق زيادة عن اللزوم، يعني انا مش بحاول انا اطلع مفرد الكلام مختلف كل شويه، بس فعلا الكلام دقيق جدا. تعالى بقى للجزء البشع. بيقول انه كان في شويه منهم بيقطعوا في رجليه كنوع من انواع الطقوس، هو ما كانش فاهم طقوس ايه او انتوا بتعملوا ايه، بس ده هو اللي قدر يفهمه. كانوا بيقطعوا في رجليه او قربان بقى بيتقربوا بيه مش عارف مين الههم الصراحه، استغفر الله يعني. وقال ان اليخت ده كان عليه جعفر وترامب ومراته كلينتون وجورج بوش الاب. ده قصه حزينه تانية لوحده. وبيقول انه على اليخت ده كان في اطفال، مش اطفال يعني اطفال بيبي بيتم تقطيعهم والامعاء بتاعتهم بتتشال، بيتعمل بيها حاجات غريبه جدا. وقال انه اشخاص منهم كانوا بياكلوا البراز. وقال كمان ان هو اتعمل عليه بطاطس من جورج بوش الاب. كله عمل عليه بطاطس، كله الواد الصغير يعني
دارك كوميدي. دارك كوميدي، انا بتاع رعب اصلا، بس ده دارك كوميدي. هزر كنوع من انواع ان انت عقلك بيبروسس لسه الحاجات دي. انت فاهم صح؟ حاجات يعني انا بصراحه مش عارف اقول لك ايه، يعني مش لاقي كلام بصراحه. مش عارف، ما عنديش حاجه اقولها، وما عنديش حاجه ارد بيها على اللي حصل او الحاجات اللي هم عملوها او اللي بتحصل دي، غير ان هم الضحايا كانوا حاسين بايه، او عدوا بالفتره دي ازاي، واللي نجا منهم. يعني ده لو في حد نجا ما اعرفش، بس هو يعني عامل ايه دلوقتي، يعني هو عايش ازاي، حياته متدمره، عايش تمام. والناس بقى دي نفسها اللي هي كانت بتعمل كده، انتوا تمام؟ يعني انتوا مرتاحين نفسيا، انتوا عندكم عيال، انتوا متجوزين ومخلفين طبعا، واغلبكم عنده عيال. بتحسوا بايه طيب لما تعملوا كده في عيل، وبعدها تروحوا البيت لابنكم تحضنوه وتبوسوه وخايفين عليه ومش عايزين الهوا يلمسه؟ ملفات كتير جدا حرفيا. بص انا قدامي بلاوي، بس حاولت ان انا اجيب لك الابشع من اللي انا قريتهم، مش الابشع في 3 مليون. هو انا ما قريتش كتير، او كتير بس بالنسبه اللي اتسرب هو مش كتير، فانا حاولت اطلع لك منه الابشع. حتى هم كلهم بشعين والله، لسه في كتير جدا زي ما قلت لك. غالبا، او هو مش غالبا، هو اكيد ان في جزء تاني، يعني ممكن يومين 3 كده وينزل. بس زي ما قلت لك، اللايك الحلو بتاعك، كومنت قول لي رأيك في الحلقة، او اكتب كذا كومنت، او اكتب اي حاجة، عشان اليوتيوب بيدفن الفيديوهات دي. فانت لو ما عملتش كده، انا كأني ما عملتش فيديو ده اصلا، ولا انت شفتني، ولا انت تعرف، ولا في كوبايه شاي وحكايه، ولا احنا قاعدين مع بعض دلوقتي بنرغي وبنتكلم. فكومنت، لايك، شير، ده انت كده لو عملت مشاركه للفيديو، انت كده الصراحه يعني عملت معايا كلام جامد. قول لاصحابك، خلي صحابك بقى يبقوا ايه من الشله هم كمان، ويعملوا كوبايه شاي. بس كده، واستناني بقى في الحلقه اللي جايه. سلامك سلام.